رقاق العيد باللحمة المفرومة. كل سنة وانتم طيبين وبأحلى وأجمل صينية رقاق معيدين. أهلا بيكم يا حبايبي. هنعمل النهاردة مع بعض صينية الرقاق القمر دي. بصوا الجمال، حاجة كده روعة. أحلى وأجمل صينية رقاق ممكن تعمليها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهنعملها بالرقاق الطري وهتطلع معانا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي هنا حوالي بصلتين فرمتهم كويس، وبعدين ضفت عليهم نص كيلو من اللحمة المفرومة. مش هضيف عليهم ملح، هضيف عليهم بس ورق لوري وحبهان مطحون، معلقة صغيرة من ورق اللوري والحبهان المطحون، واسيبهم على نار هادية، واسيبهم لحد ما يتعصج معايا خالص ويبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هتتعصج معايا اللحمة وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنبتدي بقى نحط الملح والتوابل بتاعتنا. ضفت معلقة صغيرة من الملح، وبعدين هضيف نص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من القرفة حسب ما حضراتكم عايزين، بس القرفة بتخلي طعمها وريحتها حلو جدا، ونص معلقة من بهارات اللحمة، ورشة بسيطة من الكمون. وهقلب كويس العصاج بتاعنا مع الملح والتوابل، وكده احلى واجمل واسهل عصاج اتعمل معانا. هنضيف بس حوالي معلقتين من المية. المية بتعمل ايه؟ بتخلي اللحمة بتاعتنا ما تخرجش من الفطيرة واحنا بنقطعها. يعني اللحمة المفرومة بتبقى ماسكة جدا وبتبقى مفرودة كويس قوي من جوه في قلب صينية الرقاق. ضفنا ايه هنا؟ ضفت نص كوباية من الشوربة، ونص كوباية من اللبن، وعليهم ربع كوباية من السمنة اللي مسيحينها. جبت الصينية بتاعتي وحطيت فيها معلقتين من السمنة. يعني في قاع الصينية كده لازم تكتري سمنة علشان الرقاق بتاعك ما يلزقش ويطلع متحمر وشكله جميل. هنجيب بقى الرقاق بتاعنا. الرقاق بتاعنا ده رقاق طري، انا عملته مع حضراتكم قبل كده في فيديو، وكان طريقة سهلة وبسيطة جدا، واحلى واجمل رقاق ممكن تعمليه في البيت. هنجيب بقى التشريبة اللي عملناها، اللي هي عبارة عن لبن وشوربة وسمنة. هنحط كده كويس بين الطبقات علشان الرقاق بتاعنا يطلع طري ويطلع طعمه حلو جدا، وبيبقى شبه الفطير، كأنك عاملة فطيرة مشلتتة، يعني حاجة كده في منتهى الجمال. هنحط من كل طبقة والتانية، هنضيف كمية من التشريبة بتاعتنا ونحط باقي الطبقات. والطبقات دي حسب ما حضراتكم عايزين، يعني انتي لو عايزاها 5 طبقات بتبقى جميلة او 4، ولو عايزين تزودوا عن كده حسب ما حضراتكم عايزين. بس هي بتبقى مناسبة جدا لو الرواق بتاعك خفيف، يعني مش تقيل، السمك خفيف، حطي 5 طبقات. 5 طبقات من الرقاق هتبقى مناسبة وحلوة جدا. لو هو سميك شوية تحطي 4. هنحط كل الطبقات زي ما حضراتكم شايفين. طريقة سهلة وبسيطة جدا، ومن أسهل الطرق لصينية الرقاق اللي احنا نعملها بالرقاق الطري. مش بيتكسر معانا ولا بيملى الدنيا، وبيتعمل معانا بكل سهولة، وبيبقى طعمه حلو جدا جدا وقريب جدا من الفطير المشلتت. هنحط الطبقات كلها، وبعد كده هنضيف العصاج بتاعنا. ما تنسيش تحطي معلقتين من المية بعد ما العصاج بتاعك خلاص يستوي، وقبل ما تطفي عليه النار تحطي معلقتين مية. معلقتين مية بيخلوا العصاج يلزق كده في قلب الصينية، وما يخليش اللحمة المفرومة تقع من الطبقات، يعني وانتي بتقطعي في صينية الرقاق. بصوا ما شاء الله، هنحط العصاج زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده بقى هنجيب باقي الطبقات وهنعمل بنفس الطريقة. نفس الطريقة كده هنحط كمية كويسة جدا من اللبن والسمنة والشوربة، بحيث ان الرقاق بتاعنا يبقى طري، ما يبقاش ناشف وما ينشفش معانا في الفرن. فاحنا هندهنه دهنة كويسة جدا. ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو بنزله. هنعمل كده كل الكمية بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه علشان الفيديو ما يبقاش طويل. وبعد كده انا خلصت كمية الرقاق. هنبتدي بقى نقطع صينية الرقاق الجميلة دي مع بعض.
هنقطعها كده حسب ما حضراتكم يعني عايزين. ممكن تقطعيها بالشكل ده، وممكن تقطعيها مربعات، بتبقى جميلة برضو، بس انا حبيت اعملها بالشكل ده، بيبقى حلو قوي. هنقطعها، لازم تقطعيها كويس جدا قبل ما تدخليها الفرن، علشان تبقى سهلة عليكي بعد كده، وعلشان التشريبة اللي هتحطيها تدخل كويس بين الطبقات وتستوي معاكي كويس وتبقى طرية من جوه. وعلشان ما تعجنش معاكي في الفرن وتطلع مورقة وجميلة، لازم تدخليها على فرن حامية. بصوا هنضيف برضو وهدهن كده الوش بتاع صينية الرقاق بتاعتنا، هدهن كويس من التشريبة اللي عملناها. وبعد كده باقي التشريبة اللي فاضت هنفضيها كده على صينية الرقاق، ونلف الصينية كويس بحيث ان هو يدخل بين الطبقات والاطراف بتاعة الصينية، علشان الاطراف بتاعة الصينية ما تطلعش معانا ناشفة من الفرن. هندخل بقى الصينية بتاعتنا على فرن متسخن من قبلها، لازم تدخليها على فرن سخن. هتقعد قد ايه؟ 15 دقيقة. ونشغل الشواية 3 دقايق تاخد اللون اللي عايزينه، وبعد كده بقى هتخرج معانا. بس النار بتاعتنا هتبقى نار وسط، ولا هي حامية قوي ولا هي هادية. هنخلي النار وسط، وندخل فيها صينية الرقاق في الرف اللي في النص، هتطلع معانا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. يلا نقلبها مع بعض ونشوف صينية الرقاق بتاعتنا. انا حطيت الطبق وهقلبها قدام حضراتكم. بصوا ما شاء الله، صينية رقاق جميلة جدا، من احلى واجمل الرقاق اللي ممكن تعمليه. حاجة كده عظمة، كأنك عاملة فطيرة مش صينية رقاق. طعمها حلو جدا وشكلها زي ما حضراتكم شايفين، حاجة كده تشرف في اي عزومة بتعمليها. من احلى واجمل الحاجات اللي تشرفك صينية الرقاق. ما شاء الله، بصوا صينية الرقاق جميلة جدا، واتعملت معانا بكل سهولة وما خدتش وقت خالص. لو هتعمليها بالرقاق الطري هتطلع معاكي بنفس الجمال ده، هتعمليها بالرقاق الناشف برضو هتطلع معاكي جميلة جدا. بصوا الطبقات بتاعتنا جميلة، واللحمة المفرومة بتاعتنا يعني لازقة كويس جوه، مش بتقع اثناء ما بتقطعيها. بصوا ما شاء الله، طبقات مورقة وجميلة جدا جدا، احلى واجمل واشهى طريقة للرقاق. ان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم، وما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.